اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ووصفه جديده، وهنعمل النهارده مع بعض كيكه الزبادي. هجيب الخلاط وهحط فيه بيضتين، عدد 2 بيضه، وممكن تحطي 3 براحتك. هنعمل بيضتين، وبعد كده هنحط عليهم كيس من الفانيليا، وهحط عليهم كمان كوبايه من السكر ومعلقه من الخل. يبقى هنحط بيضتين او 3، هنحط كيس فانيليا، معلقه من الخل، وكوبايه من السكر. هنضربهم الأول مع بعض في الخلاط علشان ننعم السكر ويعمل معايا فوم. وهحط ذرة من الملح. ولو انت أول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل، وحطوا لايك واكتبوا كومنت حلو زيكم. وبعد كده، بعد ما ضربت البيض والسكر مع بعض، هنزل بكوباية من الزبادي، ومعايا كوباية إلا ربع زيت على سمنة، وممكن زيت بس. هضربهم برضو كده مع بعض، الزيت والسمنة، يعني السمنة على زيت والزبادي. خلاص كده ضربتهم. لما السكر نعم، هجيب معايا كوبايتين ونص من الدقيق وهنخلهم كويس جدا. وبعد كده هنزل عليهم بالخليط اللي في الخلاط، وهقلب كله في اتجاه واحد لحد ما الخليط بتاعي يندمج. وهحط كيس من الفانيليا. انا هحط كيس من البيكنج باودر. لو تاخدوا بالكم ان انا حطيت البيكنج باودر في الاخر، لان انا لو كنت حطيته في الاول مع التقليب كانت الكيكه هتطلع معايا هابطه، فخلي بالك من النقطه دي. هجيب بقى معايا صينيه مدهونه سمنه او زيت، وهنزل بقى بالخليط. لو حسيت ان الخليط بتاعك تقيل قوي ومش عايز يتحرك، ممكن يعني ايه تحطي نص كوبايه ميه وتقلبي. اهم حاجه الخليط ما يبقاش معاكي خفيف خالص، يبقى تقيل. همسك الصينيه بتاعتي، هخبطها خبطتين، وبعد كده هدخلها الفرن. وكده بعد ما استوت، اولا ما تحطيش الكيكه بتاعتك على النار مباشره، لازم ترفعي الصاجه درجه. واول ما تشمي ريحتها يبقى هي ايه، تروحي تبصي عليها، مش كل شويه تفتحي عليها، ما تفتحيش عليها خالص غير لما تشمي ريحتها. وكده الكيكه بتاعتي بصوا مرتفعه، وببيضتين 2 بس، مش بكتر البيض يا جماعه. جربوها، حلوه جدا، هتعجبكم. ومع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.